السلام عليكم حبايبي، عدنا لكم مرة ثانية مهم أكبر لفة قص. زين، وإن شاء الله تعجبكم هاي الحلقة أحلى من ذيك الحلقة. هم مع أبو صادق البطل، زين، وأمير الذهب. زين، تابعونا شوفونا شلون راح نشتغل اللفة. هذا يسمونه هنا. زين، يشتغلون. لفة عملاقة ولها هيبتها، وحشوها لازم يكون متساوي ويا حجمها يعني. نرجع على الطرشي، هذا طرشي حبايبنا اللي هم أفضل طرشي يعني عندنا كربلاء. زين، نرجع للقص اللحم. هذا سفندش كامل، شوفوا يتفرغ بهاي الطريقة. طلبوا اللفة من عندي نص لحم ونص دجاج، طريقتهم الخاصة يعني. زين، وهذا اللحم هل تشوفوا قدامكم، هذا اللحم وزعناه بهاي الطريقة. بالنسبة للأكل اللفة يعني عدة ناس يقولوا لي شلون تنوكل هاي اللفة بهاي الطريقة بهيك حجم. هاي اللفة ما تنوكل كلفة عادية، هاي اللفة تنوكل بتقطيع، يعني تقطيع بسكين أو بشفرة، هاي اللي هي مال تقطيع البيتزا واللحم العجين، وتنوكل. وهذا الدجاج. بالنسبة للدجاج شوفوا. زين، وهم اكبر لفه بالعالم. وهم تابعونا حبايبنا، ان شاء الله تعجبكم. تابعونا تشوفوا هاي اللفه اللي هي افضل لفه واكبر لفه. شو رايكم؟ حبيبي صورنا من هناك. شوفوا العالم. لفه ماهره، ان شاء الله يا رب تعجبكم تتمتعون بها.